الضحية شيماء عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وبهدف إطلاع وتنوير الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من التحقيق الابتدائي المجرى على قضية حرق الفتاة شيماء البالغة من العمر 19 سنة والتي تنحدر من بلدية رغاية. تنهي نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس أنه بتاريخ 2/10/2020 على الساعة 9 صباحا تقدم عين الساكن ببلدية الثنية إلى مصالح الضبطية القضائية لدرك الثنية من أجل التبليغ عن تعرض صديقته المسماة شيماء إلى الحرق بالمكان المسمى محطة البنزين المهجورة الواقعة بالمدخل الغربي لبلدية الثنية بمحاذاة الطريق رقم 5، مضيفا في بلاغه إلى أن الوقائع تعود إلى تاريخ 1/10/2020 وحوالي الساعة 3 مساء، وأثناء تواجدهما بالمكان المذكور آنفا أي المحطة المهجورة بقي معها لمدة 7 دقائق، ثم طلبت منه إحضار لها الطعام لكونها كانت جائعة، وأثناء انصرافه بحوالي 5 أمتار شاهد الدخان يصعد من الغرفة التي تركها فيها. عندها لاذ بالفرار، وفي اليوم الموالي تقدم إلى مصالح الضبطية للإبلاغ عن الواقع. إثر توصل نيابة الجمهورية بالوقائع تم إسداء تعليمات لمصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق معمق وموافاتنا بالنتائج بصفة مستعجلة. أثناء انتقال عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان تم معاينة جثة المسماة شيماء محروقة وملقاة على وجهها، كما تمت معاينة بعض الكدمات والجروح على مستوى مؤخرة رأسها، وكذلك شعر رأسها ملقى بجانبها، بالإضافة إلى وجود جرح كبير على مستوى أعلى فخذها الأيسر. استغلالا لمختلف المعطيات وأثناء رفع الجثة والتحقيق مع المشتبه فيه عين تراجع عن أقواله الأولى، وأكد أنه بتاريخ 1/10/2020 اتصلت به الضحية التي تربطه بها علاقة معها منذ سنة 2017، واتفقت معه على الالتقاء ليقوم بإعارة دراجة نارية، واتجه إلى مدينة رغاية لإحضارها في حدود الساعة 3 مساء من نفس اليوم، ودخل رفقتها إلى المحطة المهجورة ومارس معها الجنس، ثم قام بضربها حتى فقدت وعيها، ليتجه إلى محطة البنزين المقابلة وقام بجلب قارورة بلاستيكية مملوءة بالبنزين، وقام برش جسدها بالبنزين وأضرم النار بها، ثم غادر المكان على متن دراجة نارية. على إثر انتهاء التحريات تم تقديم أطراف القضية أمام نيابتنا بتاريخ اليوم الموافق ل5/10/2020، وبعد استجواب المشتبه فيه حول الوقائع، حيث أكد أنه قام باستدراج الضحية إلى المكان المهجور ومارس عليها الجنس، ثم قام بضربها وإسقاطها أرضا، وقام برشها بالبنزين وحرقها. وعليه تمت إحالة المعني المشتبه فيه على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق طبقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي: تهمة أو جنايتي الاغتصاب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية، الأفعال المنصوص المعاقب عليها بالمواد 254 255 256 257 261 262 والمادة 836 من قانون العقوبات.
وعلى إثر سماع المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهم بالمؤسسة العقابية. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. إذن متابعينا الكرام، تابعتم الآن كلمة وكيل الجمهورية لمحكمة بومرداس، والذي عرض فيها تفاصيل الجريمة الشنعاء في حق الفتاة شيماء. إذن اهتزت مدينة الرغاية على وقع جريمة